السلام عليكم متتبعين قناة منوعات مختارة. موضوعنا اليوم عن الحبة السوداء. حبة البركة أو الحبة السوداء من النباتات البحر الأبيض المتوسط، ومن أشهرها استخداما في الطب والعلاج منذ القدم. فما هي فوائد الحبة السوداء؟ للحبة السوداء عديد من المسميات، مثل حبة البركة أو الكزبرة الرومانية أو الكمون الأسود، ولا طالما عرفت كنوع من التوابل، واستخدمت منذ القدم كنوع من العلاجات لعديد من الأمراض. القيمة الغذائية للحبة السوداء. إن الحبة السوداء غنية بعناصر غذائية هامة، وفيما يأتي نذكر أهم القيمة الغذائية لكل 100 غرام من الحبة السوداء اعتمادا على موقع الوزارة الزراعية الأمريكية. الطاقة 400 سعرة حرارية. البروتين 0 غرام. الدهون 16.67 غرام. الكربوهيدرات 50 غرام. الألياف 33.3 غرام. الكالسيوم 1000 ملغرام. الحديد 1666.67 ملغرام. المغنيسيوم 333 ملغرام. صوديوم 100 ملغرام. خسارة الوزن الزائد. قد يساعد تناول ملعقة صغيرة من الحبة السوداء على الريق وقبل النوم على خسارة كيلوغرامات زائدة وبطريقة آمنة. تساعد على نمو الشعر ورفع مستويات الطاقة. مكافحة الأمراض الجهاز التنفسي. من فوائد الحبة السوداء علاج بعض المشاكل الجهاز التنفسي ومكافحتها، لا سيما الالتهاب الجيوب الأنفية المزعجة. كما أن الحبة السوداء تساعد كذلك على تخلص من الاحتقان الحلق والتخلص من البلغم المتراكم في المجاري التنفسية. مكافحة السرطانات. علاج النفخة والغازات. من فوائد الحبة السوداء على الريق قدرتها على علاج النفخة والغازات والاضطرابات المعدة. لا تقتصر الفوائد الحبة السوداء أو فوائد السانوج كما ذكر أعلاه، بل تشمل أمور آتية كذلك: مكافحة الكحة والسعال، علاج الصداع، علاج ألم الأسنان، مكافحة التهاب المفاصل، القضاء على الديدان المعوية، خفض ضغط الدم المرتفع، تسريع شفاء الجروح، زيادة نعومة البشرة، تخفيف رد الفعل التحسسي. نصائح ومحاذير الحبة السوداء. عندما تفكر في فوائد الحبة السوداء على الريق، عليك أن تتناول الحبوب التي حمصت قليلا على النار دون إضافات. قد تكون ثقيلة على الجهاز الهضمي، ورغم أن الحبة السوداء آمنة نسبيا، إلا أنها مثل غيرها من العلاجات الطبيعية قد تحتمل بعض الأضرار المحتملة، لذا يفضل تجنبها من قبل المرضعات والحوامل والأطفال. المصابون بانخفاض ضغط الدم. قد تخفض الحبة السوداء الضغط بشكل كبير وخطير. الأشخاص المقبلون على عملية جراحية يفضل الكف عن تناول الحبة السوداء قبل موعد العملية بأسبوعين. مرضى السكري. قد يؤثر على مرضى السكري بشكل خطير إن لم يتم تناوله بإشراف طبي. في آخر الفيديو نقدم وصفة علاجية من أجل استخدام الحبة السوداء لتقوية المناعة ومحاربة الفيروسات. اتبع الخطوات الآتية. قم بإضافة الماء إلى وعاء، ثم أضف إليه الزنجبيل والثوم وحبة البركة والكركم. دع المكونات تغلي لمدة حوالي 10 دقائق. قم بالتخلص من الشوائب في المشروب، ومن ثم إضافة عصير الليمون وبعض العسل. قدم المشروب ساخن ويفضل على معدة فارغة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد.